ما هو الشباب؟ الشباب هو الطاقة القادرة على الفعل. وده اللي بيتأتى بعد عمر الطفولة. لكن الإنسان لا يظل شابا، بل كلما تقدم به العمر قل نشاطه، وكل ما يتقدم وهن عظمه ولم يقدر على ما كان يقدر عليه. فلا تتصور أنك ستظل شابا، بل لكن سيأتي عليك وقت لا تنهض بحركة. فاستغل بقى الشباب بتاعك ده عشان تخزن منه أعمال. هذه الأعمال تكون لك عونا حين لا تقدر على العمل، حتى في أمر الدنيا. يعني اجتهد وانت شباب وتحرك واعمل مش عارف، عشان هيجي يوم ما تقدرش تتحرك. ودي بقى بيضرب مثل بها للدنيا والآخرة. انت يعني مديك ربنا دنيا، ومديك كون بينفعل لك ان غرست وشفت الزرع كويس وسقيته ورويته وعملت تاخد حاجه. فكذلك يوصلك الى الاخره، فانك تنتهز فرصه القوه او مظاهرها عشان تحتاط لمظاهر الضعف وحيرتها. انت صحيح دلوقتي قد تكون شاب صحيح، وفي شاب ومريض ما عرفش المرض ده يجيني امتى. فلما يكون عندك فتره شباب وصحه استغلها واعمل النافع الذي قد ينفعك في ايه؟ فيما اذا جاء المرض او جاءت الايه؟ الكهوله. لما تعون غني ابذل الخير. ليه؟ علشان يبقى لك رصيد ان افتقرت. يبقى كما اعانك غيرك، كما اعنت غيرك يعينك سواك. مشغول بايه؟ مشغول بعافيتي، عايز اكح وعايز اخد دواء وعايز مش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه وعايز ايه. فاستهز فرصه فراغك من الاشياء وتعمل اشياء تبقى تنفعك وقت الايه؟ وقت المشاعر اللي تطرأ. الحياه او كل ده مجموعه، انت هتموت. فخد الحياه دي منفعه ليك قبل ما تموت فينقطع عملك. واذا ما اردت ان تبقى بعد عملك فاترك عملا صالحا يجدد لك العمل بعد وفاتك. يعني ايه؟ الولد صالح يدعو لصدقه ايه؟ جاريه. صدقه جاريه. مع علم ينتفع به. بقول لك اللهم لا تشغلنا باوقاتنا عما ياتينا من المستقبل. امين يا رب. واجعل حركتنا الان مجديه لنا فيما يستقبل من الزمان. امين يا رب. امين.